تحب تجيب معدل قوي السنة وتحسن مستواك في القرايه؟ اول خطوه للنجاح هي انك تكتب الخطه نتاعو، ورقه وستيلو واكتب اهدافك، اكتبهم، والاهداف لازم تكون واضحه، واكتب خطوات لتطبيقها. مثلا نحب نجيب 18 في المات، لازمني نخدم بين زوز وثلاثه سيريات على الاقل كل جمعه، وحط سيستم تتبع به اهدافك باش تنجم تقيم مستواك كل مده. اعمل تقييم العمناوي، عاداتك في القرايه وكيفاش تعدي نهارك، وخطط كيفاش باش تحسنهم السنه باش تجيب المعدل اللي تحب عليه. خذ فكره عن النيفو اللي باش تقراه السنه، واسال البروفيت والتلامذه اللي اكبر منك باش تربح وقت ومجهود من تجربتهم. قبل ما تمشي تقرا اعمل طلع الدرس حتى درج، تو انتباهك في الكلاس يتحسن وتركز اكثر مع البروفيت. استثمر وقتك في تعلم طرق مراجعه جديده باش تربح برشا مجهود، وبدل في مصادر المراجعه، مش لازم تريفز كامل الكتاب والكراسه، نجم ساعات تلقى تفسير واضح للدرس هو بيدو في اليوتيوب. القرايه عاده كيما السبور، كل ما تترنى اكثر تو تشوف النتيجه، وبشويه بشويه تو تطور التركيز نتاعك والتقييم والتخطيط، وتشوف الريزولتا ان شاء الله اللي باش توصل لها، والرونتري مع تنجح.